السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. الذرة من ملذات الحياة. شوية زبدة سايحة على شوية فلفل اسود على شوية ملح وشطة، يا سلام، تحفة جدا. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. في الاول معايا الطبق ده بيبقى فيه 3 وحدات. تمام، بقشرها وبعدين بكون حاطة مية على البوتاجاز بتغلي، وبحط فيها الذرة لمدة 5 دقايق. بعد كده بطلعها، بصفيها من المية، وبعدين باجيب بقى طاسة على النار، باحط فيها قطعة زبدة واسيّحها كده كويس، وبعد كده أروح حاطة فيها بقى الذرة بتاعتنا الحلوة دي، تعمل صوت بقى وتتكتك كده عليها، على الزبدة، وتاخد ريحة الزبدة بقى كده، ويعني وتتلسع لسعاية كده بقى من الزبدة، فظيعة يا جماعة، تحفة، حلوة جدًا. بعدين نطلّعها بقى ونحط عليها اللي إحنا عايزينه، شوية بقى شطة، على فلفل أسود، على شوية ملح، تاكلوها كده من غير خالص، حلوة جدًا، جدًا. وبالنسبة لسعراتها الحرارية تقريبًا كده 95 سعر حراري، طبعًا من غير بقى الزبدة ولا الملح ولا أي حاجة تتحط عليها، هتبقى حلوة أوي snack كده في وسط اليوم، بتبقى طعمها حلو، كمان ممكن تاخديها كوجبة عشا مشبعة جدًا، جدًا، مع علبة زبادي حلوة أوي. وبس كده يا حبايبي، وطبعًا اللي ما يعرفش هي بتتجاب منين، هتلاقوها عند الخضري أو الفكهاني، هتلاقوها متوفرة عندهم اليومين دول، هي وقتها أصلًا، ف هتقدروا إن أنتم تلاقوها بكل سهولة. وبس كده يا حبايبي، أنا خدت واحدة ليّا، حطيت عليها بقى شوية شطة وشوية فلفل أسود وملح، طعمها تحفة. هي بتبقى طرية من جوّه ومسكّرة، بتبقى لذيذة. بس كده يا حبايبي، ده كان الفيديو بتاعي النهارده، أتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه، شكرًا على حسن المتابعة، وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد.